في الفيديو ده انا هقول لك بالتفصيل انا كنت بعمل ايه في ثانويه عامه من اول ما كنت بصحى لحد ما كنت بنام، واللي خلاني اجيب مجموع 93% و4 في النظام الجديد. لا وكمان لما تعرف ان انا كنت في اولى وتانية ثانوي كنت فاشل، او بمعنى صح ما كنتش بذاكر وكانت درجاتي وحشه جدا في الامتحانات. والنقطه دي ما تخوفكش، لان النقطه دي بتخوف ناس كتير قوي، يقول لك انا كنت مش عارف في اولى وتانية كنت مش عارف ايه. لا فحسيت ان دي اشاره. ما تخافش، ثالثه لو ذاكرت فيها واجتهدت واتبعت الحاجات اللي انا بقولها دي بعد مشيئه ربنا وباذن الله تعالى كده، تبع الحاجات دي وتستمر عليها، حط تحت كلمه تستمر دي 1000 خط ان شاء الله، وباذن الله هتجيب المجموع اللي انت عاوزه في ثانويه عامه وتخش الكليه اللي انت نفسك فيها. بدايه اليوم واللي هي كانت الساعه 6 الصبح، وازاي قدرت اصحى بدري بعد ما كنت اصلا بنام الساعه 6 الصبح، دلوقتي بقيت بصحاها. هقول لك كل الخطوات اللي تخليك تصحى بدري من غير ما تبقى نعسان وعاوز تنام وتبقى كده ايه قايم مخنوق ومش عاوز تعمل حاجه. اولا هتختار يوم تسهر فيه زي ما كنت بتسهر، مش هقول لك نام بدري لان انت هتفضل تحرك على السرير وتفرك ومش هتنام غير في الميعاد اللي انت هتنام فيه. المهم هتفضل سهران وتنام مثلا الساعه 2 او 3 او 4 او 5 زي ما كنت بتنام، تنام ساعتين، تنام 3، تنام 4، المهم تصحى الساعه 6 او الساعه 7 بالكتير قوي. ليه انا بقول كده؟ انت مش هتبقى نايم غير ساعتين او 3 او 4، بس لما تصحى بدري الساعه 6 وانت تكون نايم متاخر، صدقني هتيجي بعد المغرب او بعد العشاء وهتفيص وهتخش تنام من تلقاء نفسك. المهم ان انا اليوم بتاعي كان بيبدا الساعه 6 الصبح زي ما قلت لك، ودي الخطوه اللي انا كنت باخدها عشان اصحى الساعه 6. بعد ما بصحى الساعه 6 اول حاجه بعملها ان انا بصلي الفجر. بعد ما بصلي الفجر وبكون خلاص اديت الفرض اللي عليا، ببدا اكل اي حاجه خفيفه عشان اخش في مود المذاكره واي حاجه تديني طاقه عشان ابدا في اللي انا كنت صاحي عشان اعمله. ثالث حاجه، الكلام اللي انا بقوله ده ينفع للاونلاين وينفع للسنتر ايا مكان انت هتنزل ايه فيهم. ولو لسه محتار في الاونلاين والسنتر، فانا كنت عامل فيديو على القناه بفرق لك بين الاونلاين والسنتر، تقدر تتفرج عليه دلوقتي وتكون مش محتار انت هتخليك اونلاين ولا هتنزل السنتر. المهم بعد كده ان انا كنت ببدا في الحصه بتاعتي بعد ما اكون اكلت الحاجه الخفيفه اللي انا قلت لك عليها في الاول، وببدا في اول حصه اذاكرها اذا كانت سنتر هتنزلها او اونلاين هتاخدها. بعد ما بخلص الحصه دي برجع اقراها من كتاب الشرح اللي انا بذاكر منه، ايا كان الكتاب اللي انت هتذاكر منه بتقرا الدرس اللي انت خدته في السنتر او في الاونلاين، تقراها عشان تعمق الفهم بتاعك بحيث ان انت تفهم اكتر واكتر عن الحاجه اللي انت كنت بتذاكرها. بعد ما بتقراها وتكون فهمت كل حاجه عن الدرس، بتخش تحل الكتاب بتاع المستر اللي انت بتاخد معاه، بتحله وتفرمه بمعنى الكلمه. واي سؤال يقف قصادك زي ما كان بيقف قصادي اسئله كتير طبعا، واللي هي كانت يعني بالنسبه لي حاجات بتشجعني اكمل، مش حاجه بتوقفني خالص، لان الاسئله اللي انا بكون واقف قصادها دي بتعرفني حاجات ممكن تيجي في الامتحان. فما كنتش بكسل ان انا اسال المساعدين بتوع المستر على الواتساب في اي سؤال كان بيقف قصادي، والناس كانت مشكوره يعني بترد بسرعه وكانت بتفهم السؤال حته حته، ولما كنتش فاهم اي حاجه كنت بسالهم على طول. بعد ما كنت بخلص الحصه الاولى والماده الاولى كنت بخش على طول في الماده الثانيه، بس قبل ما اخش على طول في الماده الثانيه كنت باخد راحه لا هي صغيره ولا هي كبيره، تساعدني ان انا اكمل اليوم بتاعي وان انا اخش على الماده الثانيه من غير ما ابقى كسول ومن غير ما ابقى تعبان وما اقدرش اكمل في الماده الثانيه. وانا عن نفسي كنت بذاكر مادتين في اليوم، ماده الصبح وماده بالليل، عشان ما ازهقش من المواد. يعني انا لو كنت بذاكر ماده واحده في اليوم كنت هزهق منها، فبالتالي هبقى عمال ادخل في معلومات كتيره ونص المعلومات دي هيتنسي بعد تاني يوم. فكنت عشان ما ازهقش كنت بذاكر مادتين بحيث اكسب وقت. وطبعا ما تنساش ان انت بين كل حصه مذاكره والمذاكره الثانيه طبعا لازم تاخد راحه ما تقلش عن ربع ساعه او 10 دقائق على حسب انت كنت بتذاكر مده المذاكره قد ايه. وهنعمل فيديو تاني على القناه طريقه المذاكره اللي انا كنت بذاكر بيها في ثانويه عامه. بس خلينا دلوقتي في الحاجات اللي انا كنت بمشي عليها في ثانويه عامه. فانت لازم تاخد راحه زي ما قلنا 10 او 15 دقيقه. الراحه دي كان بيناسب اللي انا بيكون الاذان، مثلا اذان العصر، اذان الظهر، اذان المغرب، فكنت بصلي الفرض بتاعي ومن ضمنها اكون خدت الراحه كمان. وبعد ما كل الكلام ده حصل كان اليوم بتاعي بيخلص على الساعه 7، الساعه 7 ونص كده تقريبا. كنت برضو ما بنساش نفسي وبمسك التليفون شويه بفرج عن نفسي، افتح الفيسبوك، افتح الانستجرام، اي حاجه كده اسكرول بيها على السوشيال ميديا بحيث برضو ما ازهقش واخش في روتين السجن. بس ما كنتش بمسك التليفون كتير، يعني كان اخري نص ساعه، ساعه الا ربع كده، وبعد كده الساعه 8 او الساعه 8 ونص اقرا الورد القران اللي عليا، وبعد كده اروح عشان انام، لان بكون ساعتها فيصت وخلاص جبت اخري، وبيكون الساعه تقريبا الساعه 9 او 9 ونص، وبصحى الساعه 6. واليوم ده بيفضل يتكرر لحد نص السنه او لحد شهر 4. ومن شهر 4 بيبدا بقى تفاصيل جديده نبقى نقولها في فيديو جديد بس لما يجي وقتها.
بس كده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، ودي كانت اهم النقطه اللي انا كنت بمشي عليها في ثانويه عامه، وان شاء الله تكون استفدت من الفيديو. ودي طبعا كانت قصه واحد من اصدقائي واللي انا حبيت اقولها لكم عشان تستفيدوا منها، وربنا يجازيه خير على اللي هو كان بيعمله، وان شاء الله انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك على القناه، وبس كده، سلام.